فتح سالم باب التجوري ببطء، وكان متوقع بخياله انه بيشوف داخل رزم فلوس واجد، او حتى لو يلقى له ذهب او مستندات، اي شيء يا رجل. لكن يا فرحة ما تم التستر على حادث دهس المتسبب ولده، وتم الدفع للشهود وتغيير التقرير. أنا الشخص اللي بيعطيك فرصة تنام الليلة ببيتك بدال لا تنام بمكان ما يعرفه أحد. سالم هني يا ولد راح للمطبخ بسرعة وسحب أكبر سكين. هلا والله، مساكم الله بالخير. معاكم اخوكم علي بمقطع جديد من سلسلة خلف الابواب المغلقة. وبالسلسلة هذه راح ندخل بيوت الناس، لكن ما راح ندخلها عشان نفضحهم، ندخلها عشان نعرف شلون احيانا اجمل البيوت من برا تكون داخلها شايلة اسرار لو طلعت للنور بتحرق الكل. فلو سمحتوا لا تنسون اللايك والاشتراك وكتابة تعليق جميل مثلك يا عزيزي الجميل. ويلا نبدأ. قصة اليوم عن سالم، وعن دفتر أسود قديم، وعن رجال الكل كان يقول عنه الله يرحمه كان ساتر على ناس واجد. والسؤال اللي بيمشي معانا من أول القصة إلى آخرها، الستر متى يكون طيب ومتى يكون مشاركة بالجريمة؟ بطل قصتنا أكيد أنكم عرفتوا وذكرت اسمه أكثر من مرة، لكن خلوني أعرفكم عليه زيادة. اسمه سالم وعمره 32 سنة، ما هو صغير ومندفع ولا هو اللي كبير وفاهم الدنيا كلها، لا وسط بالعمر اللي الواحد يبدأ يحس فيه ان الحياة ما تمشي على النية الطيبة وبس. سالم موظف بسيط وراتبه المسكين من قبل لا ينزل معروف وين يروح، نصه يروح على أجار وديون والباقي توزع بين مصاريف البيت وسيارة كل يوم طلعت له بصوت جديد. وربعه إذا طلعوا بنهاية الأسبوع المسكين كان دايما يتعذر منهم ويقول لهم انه مشغول، وهو بالواقع لا هو مشغول ولا هم يحزنون. لكن المسكين ما كان يبي يقعد معاهم وهو ما عنده فلوس. كان عايش بملحق صغير تابع البيت العائلة القديم، ملحق فيه صالة ضيقة ومطبخ أضيق وغرفة نوم فيها كبت قديم، كل ما جاي بيفتح المسكين يقوم يطلع أصوات. البيت هذا نفسه هو كان من البيوت القديمة، هو ما هو متهالك بس إنه من النوع اللي تشم فيه سنين الناس، ريحة القهوة المهيلة عالقة بالستاير، وريحة البخور داخلة بالفرش، وصوت المكيف الصحراوي بالحوش يرن بدون توقف. وبالليل مثلكم عارفين البيت يصير هادي بطريقة تخوف، ما هو هدوء راحة، هدوء فراغ. أبو سالم توفى قبل شهر تقريبا، واللي يعرفون أبوه كانوا يقولون عنه كلام يخليك تعتقد إن هذا الرجل يا أخي شنو من إنسان محترم. باختصار تحس إنك تسمع عن رجال من زمن ثاني. الله يرحمه ما قصر مع أحد، أبو سالم وجه خير، هذا رجال نظيف كان يدخل بين الناس ويصلح ولا يطلع إلا والخواطر طيبة. هذا هو الكلام اللي كانوا دايما يسمعونه عن أبو سالم. تخيلوا حتى بالعزة سالم كان قاعد يسمع الناس تمدح أبوه لدرجة خلته يحس بالفخر وبنفس الوقت بالحزن، وكل واحد كان يدخل يعزي يمسك يد سالم ويقول له أبوك كان ساتر على ناس واجد. هالجملة تخيلوا ثبتت براس سالم، ووقتها كان يحسبها مدح، ما كان يدري ان الستر احيانا له ثمن، واحيانا ثمنه يكون عمر كامل. وافهم يا فهيم، سالم كان يحب ابوه ويحترمه لكنه ما كان يعرفه عدل. وابوه كان من النوع الكتوم، هو صحيح انه يسولف ويضحك مع الناس، لكن اذا حد سأله عن شغله القديم او عن علاقاته يغير الموضوع بسرعة. وسالم تخيلوا كان يلاحظ هالموضوع هذا من زمان، لكن ولا عمره فكر وقال ها يا ولد تعال صج أنا ليش أبوك كذي. وكان يقول لنفسه إنه عادي، أكيد إن أغلب الكبار بالعمر كذي ما يحبون يتكلمون واجد. لكن بعد وفاة أبوه سالم بدأ يسترجع الذاكرة ويفكر بينه وبين نفسه بكل الأشياء القديمة اللي كانت تصير وأبوه حي، سكوته ونظراته وكل اتصال كان يطلع برا البيت عشان يرد عليه. المهم بعد العزاء بأسبوعين أمه قالت له يا ولدي غرفة أبوك لازم نرتبها، ما يصير تتم كذي. وسالم كان يأجل الموضوع، ما هو كسل منه بس كان خايف لا يدخل الغرفة. يعني تعرفون الغرفة هذه غرفة أبوه، وكانت عالم أبوه الخاص، كرسيه البني القديم والمصباح المعلق عند الرف وعلبة أدوية الضغط
وعطر شبه فاضي كان يستخدمه المرحوم كل جمعة، وأيضا شوية دفاتر صغيرة ما حد يعرف شنو فيها. المهم سالم سمع كلام أمه ودخل أول مرة للغرفة بروحه، وأول ما دخل وقف عند الباب يمكن دقيقة كاملة قاعد يطالع الغرفة ويعاينها ويفكر في أشياء بسيطة كان قاعد يطالعها سالم وكانت قاعدة تكسره. تخيلوا يعني مثلكم عارفين كل ما طاحت عينه على شيء ترجع معاها ذاكرة، مثل نظارة أبوه فوق الطاولة أو نعالة كرمون أو حتى ريحة ملابسه وريحته بالغرفة. المهم سالم استجمع قوته ودخل وبدأ يرتب الأغراض، واخذ معاه كيس وبدأ يحط الملابس بكيس ويرتب غرفة أبوه. الأوراق حطها بكرتون وحط الصور على جنب، والمسكين كان كل شوي يلقى شيء يخليه يوقف ويفكر ويسترجع الماضي ويضيق ويحزن. المهم الوقت كان عصر والشمس كانت داخلة من الدريشة بخط أصفر طويل واصل للأرض، والغبار كان قاعد يطير بالنور وكأنه دخان خفيف، وبرا البيت تسمع أصوات سيارات بعيدة وتسمع صوت ولد يلعب بالسيكل، وأيضا في صوت حمامة فوق المكيف. يعني كان كل شيء طبيعي ويوم من الأيام اللي تمر وما تتوقع أن حياتك بتتغير فيها. المهم سالم قاعد يشتغل، واثناء ما كان قاعد يدز الكبت القديم سمع صوت طقة غريبة من وراه وكأنه شيء معدني طاح. سالم وقف هني وسحب الكبت شوي وانحنى عشان يشوف شنو ورا هالكبت، وشاف فيه فتحة صغيرة مو واضحة بالطوفة مغطينها بقطعة خشب كبيرة لونها نفس لون الطوفة تقريبا. سالم هني كشر وقال بينه وبين نفسه يا ولد شنو هذا بعد؟ المهم انه مد ايده وشال الخشبة ولقى وراها تجوري صغير قديم ولونه رمادي وعليه غبار وكأنه ما انفتح من السنين. هني سالم حس ان قلبه قام يدق، لكن ما كان خايف. اول شيء حس فيه احساس غريب يشبه الامل. قال بنفسه يا ولد يمكن ابوي خاش لي شيء، خلاص اكيد يمكن اني بودع الفقر، يمكن فلوس او اوراق ارض، يمكن شيء ينفعنا. ويا اخوان الانسان اذا كان مكسور ماديا اي باب مقفل يعتقد ان وراه كنز. وسالم ترى ما كان طماع لكنه كان محتاج. سيارته المسكين صار لها فترة تطلع اصوات وعنده قسط متأخر واشياء صغيرة متراكمة تكسر الظهر. المهم هني الحين سالم شنو سوى؟ انجن قام يحاول يفتح التجوري مو قادر، فقام يدور بكل مكان يدور على المفتاح. فتح دراج ابوه وقام يفتش بين ملابس ابوه وقلب علب قديمة ما لقى شيء، وبلحظة استعجال جاب مفك وحديدة وقعد يحاول يفتح القفل. والقفل هو اساسا كان قديم شوي فما كان قوي، وبعد كم محاولة من سالم وهو يطق فيه وحاول يفتحه الا والله وفعلا انفتح. فتح سالم باب التجوري ببطء وكان متوقع بخياله انه بيشوف داخل رزم فلوس واجد، او حتى لو يلقى له ذهب او مستندات اي شيء يا رجل. لكن يا فرحة ما تمت، التجوري كان شبه فاضي، ما فيه الا دفتر اسود صغير جلده متشقق ومربوط بخيط بني ومعاه كرت ابيض مطوي. اخذ سالم الدفتر بيده واول ما قربه من وجهه شم ريحة ورق قديم ممزوجه برطوبة، يعني حرفيا ريحة صندوق ما انفتح من سنين. المهم اول شيء سواه سالم انه فتح الكرت الابيض ولقى مكتوب عليها بخط ابوه اذا لقيت هذا الدفتر بعد موتي احرقه ولا تقراه، اللي داخله ما ينفع ينشاف ولا ينفع ينحمل. سالم هني ثبت بمكانه. يا ولد الجملة مو طبيعية، لو مكتوب مثلا اوراق خاصة او امانات الواحد يفهم، بس شنو هذا؟ شو اللي مكتوب يا ولد؟ احرقه ولا تقراه؟ ايش دعوه يا يبا؟ شنو اللي خاشه انت علينا؟ والحين بيبدأ الاختبار الحقيقي اللي انا بسويه لكم. كل واحد فينا خليه يكتب بالتعليقات الحين لو شفت وصية مثل هالوصية هذه هل بتحترمها وفعلا بتحرق الدفتر قبل لا تقراه؟ وخلونا نكون صريحين، لا تنسون ان اذا دخل الخوف مع حاجة الانسان يصير اقوى من كل شيء حتى من وصية ابوه. المهم سالم قاعد على كرسي ابوه وحط الدفتر بحضنه وتم يطالع فيه وهو متردد دقيقة دقيقتين أو حتى يمكن 5 دقايق. بعدين قال بصوت واطي وكأنه قاعد يبرر لنفسه يا ولد يمكن فيه شيء يخصنا أنا لازم أفتحه، يمكن في دين علينا أنا لازم أعرف. وهني سالم فتح الكتاب. يا ولد أول صفحة كان مكتوب فيها تاريخ قديم وتحت التاريخ اسم رجال معروف بمحيطهم، ما هو مشهور على مستوى البلد كله، لا فقط معروف بمحيطهم ومعروف بين الناس اللي يعرفهم سالم انه تاجر عقار ورجال دايما شيك ورز
مغزى ودائما 24 ساعة كاشخ، وتحت اسمه مكتوب تفاصيل دقيقة، تاريخ ومكان واسم شركة. والحين بنجي للمهم، كان في مكتوب كلام بين قوسين، ملاحظة صغيرة كذي مكتوب فيها: تم التستر على حادث دهس المتسبب ولده، وتم الدفع للشهود وتغيير التغرير. هني سالم حس وكأن أحد عطاه كف على وجهه، ورمش أكثر من مرة وقاعد يقرأ ويقول يا ولد شنو هذا، وما كان مصدق اللي قاعد يشوفه. المهم يا ولد والله ويقلب الصفحة الثانية ويلقى اسم ثاني، مسؤول سابق، الناس كلها تمدحه وتقول عنه نظيف القلب واليد، وتحت اسمه أيضا ملاحظة عن مناقصة باقت وتغطت بحريق وهمي بأحد المخازن. ويفتح يا ولد الصفحة الثالثة ولا اسم تاجر، وتحته أيضا اسم أرض يتامى انبلعت. الصفحة الرابعة اسم شخص معروف بالجمعيات، وأيضا تحت اسمه في تحويلات غريبة. يعني حرفيا بكل صفحة بالدفتر هذا في اسم، وتحت كل اسم في سر. ما هي أسرار عادية، مو فلان تهاوش مع فلان ولا دفتر عانيات، لا يا ولد، أشياء ثقيلة، أشياء لو طلعت بتهدم بيوت وتبي تكشف وجيه طول عمرها كانت تلمع. سالم هني وأول ما استوعب سكر الدفتر بقوة، وكأنه خايف إن في أحد يقرأ الأسرار هذه وتطلع وتخنقه. ورفع عينه هني لصورة أبوه المعلقة على الطوف وقال: ليش يا يبا ليش؟ انت طول عمرك تقول لنا ان الستر زين، تطلع مجمع فضايح الناس بهالدفتر، كنت بتزهم، كنت تاخذ منهم. هني سالم قاعد يطالع صورة ابوه ويكلمه، والافكار هذه بروحها كانت تحرق صدر سالم. ابوه اللي الناس تحلف بنظافته يطلع بالنهاية ماسك زلات على الناس. المهم وفجأة وسط الافكار هذه اللي قاعد تطري بال سالم، قاعد يسولف مع ابوه صورة ابوه، سمع صوت امه تناديه من الصالة: سالم خلصت يا ولدي؟ الصوت خلاه ينقز من مكانه، ومسك الدفتر وحطه بين ملابسه داخل هني على صدره، وطلع لها، وقبل لا يطلع حاول يرتب ملامح وجهه عشان لا يبين لامه انه شايف مصيبة داخل غرفة ابوه. وامه سبحان الله كانت واقفة طالعة، وتعرفون انتو قلب الام، كأنها كانت حاسة ان في شيء. قالت له: سالم وجهك مخطوف، ايش فيك؟ ما انت عاجبني. سالم بلع ريجها وقال: لا 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 ولا شيء يمه، بس غبار الغرفة شوي كتم صدري، ما فيني شيء. الام استغربت منه لكنها ما ضغطت عليه. المهم والله بهالليلة هذه سالم ما عرف يذوق طعم النوم. الدفتر كان موجود تحت مخدته وقاعد يحس بحرارته وكأنه جمرة تحت راسه، والمسكين كل ما حاول يغمض عينه عشان ينام ترجع تطلع له الأسماء ويتذكر هذول شنو مسوين. وكان المسكين ما بين انه يحاول انه ينام وبنفس الوقت يقول حق نفسه: لا خلني اقوم واحرق الدفتر. وكل ما جاء يبي يقوم يبي يحرق الدفتر يجي صوت ثاني بمخه يقول له: لا لا يا ولد لا تحرق الدفتر، هذول سرقوا وباقوا وعاشوا ملوك، لو تاخذ منهم يعني مبلغ بسيط يسد ديونك. والله يا سالم انت يا سالم شيطان يا سالم. شنو بيضرهم يعني؟ شنو بيضرهم لو خذيت منهم مبلغ بسيط بس تقضي حاجتك فيه، تشتري لك سيارة جديدة وتسد بعض من ديونك؟ وكمل الصوت يقول له: يا ولد يمكن هذا رزقك وجاك. وهني المشكلة يا جماعة، سبحان الله، لما الواحد يبي يغلط دايما يطلع بباله 1000 مبرر. المهم الصبح جاء وسالم اتخذ قراره اللي راح يفتح عليه بيبان مسكرة. تخيلوا سالم بدال لا يروح للدوام شنو سوى؟ ركب سيارته القرنبع اللي باليالله تمشي وراح المحل تليفونات بعيد شوي عن منطقته، ونزل. اول ما نزل يا ولد ويدق لك الأطمة ويدش للمحل، اشترى تليفون قديم ورخيص واشترى خط بدون بيانات، وطلع من المحل وركب لسيارته وقعد يمكن بالسيارة 10 دقايق ما شغلها. كان قاعد يفكر للحين متردد، ويطالع الكيس اللي بيده اللي فيه التليفون والخط اللي بدون بيانات ويحس انه شايل مصيبة. المهم والله يا ولد ويرجع للملحق ويسكر على نفسه ويقفل الباب، سحب الستارة وطلع الدفتر، وعلى طول ابو الشباب ما سخن باسم كذي خفيف، لا على طول راح لأكبرها واسمنها، واحد من أكبر الأسماء المعروفة، رجال معروف بالمشاريع والخير الوفير. السر اللي تحته كان عن حريق مصنع قديم، والحريق هذا فيه عمال ماتوا وتعويضات اختفت وتغرير تغير وشهود سكتوا. سالم هني قرأ الصفحة أكثر من مرة، وبكل مرة يقراها يقوم بطنه يعوره. طيب يا سالم خلاص، مو هذا شعور الخوف، خلاص البخ، لا تسوي هالاشياء. المهم والله يا ولد ويطلع سالم التليفون الجديد ويركب فيه الخط الجديد اللي بدون بيانات، وكتب الرقم الموجود تحت الاسم.
يا ولد سالم هذا ساطي يا ولد، شو بيسوي؟ الله يستر عليك يا سالم، الله يستر عليك. وكتب الرقم الموجود تحت الاسم. اصابع سالم كانت قاعده ترجف، كان قاعد يحاول يكتب مسج وكل ما جاي بيكتبه يمسحه ويرد يكتبه مره ثانيه ومتردد ويحاول يعدل بالكلام، وتعرفون انتم الوضع هذا. كتب رساله ومسحها، بعدها كتب رساله ثانيه ومسحها، بعدين ايش سوى؟ خربها وخلاص قرر انه يكتب اي شيء. كتب جمله صغيره قال فيها: الدفتر الاسود عندي وحريق المصنع ما نسيناه، كم تسوى سمعتك؟ خذ يا ماخوذ، خذ يا ماخوذ يا سالم. بقت الخطوة الأخيرة الحين بس يطق إرسال. فسالم وقف عند زر الإرسال، قلبه يقول لا وعقله يقول له إيه. عقله شيطاني سالم يقول له لا ارسل بتجيك فلوس وبيجيك دلع. وبالنهاية ضغط على الزر. بعد ما ضغط حط التليفون على الطاولة وابتعد عنه وكأنه قنبلة. صار يروح ويرد بغرفته، يروح ويرد، متوتر ومو عارف شي يسوي. المهم يا ولد مرت عليه 10 دقايق وكأنها ساعة. فهني سالم بدأ يضحك على نفسه وقال: أكيد إن الرقم قديم وأكيد إنه ما في أحد بيرد، شنو قاعد أسوي أنا؟ وما مداه يكمل جملته إلا والتليفون يرن. سالم هني خاف وثبت بمكانه وقام يطالع للتليفون إلا والرقم مخفي. رد سالم وحط التليفون على إذنه بدون لا يتكلم، والطرف الثاني كان ساكت. بعد ثانية، ثانيتين، 3، بعدها طلع صوت رجال عادي وهادي جدا وقال: يا سالم أبوك كان أعقل منك، وخذ يا ماخوذ. هذا يا ولد ايش عرفه ان اسمه سالم؟ سالم حس الدم نشف بعروقه. مو بس عرفوا اسمه إلا عرفوا أبوه، وأيضا عرفوا أن اللي عنده هو الدفتر. سالم حاول أنه يتكلم لكن صوته طلع مبحوح وقال: من أنت؟ الرجال رد عليه وقال: أنا الشخص اللي بيعطيك فرصة تنام الليلة ببيتك بدال لا تنام بمكان ما يعرفه أحد. مسك سالم الطاولة بيده عشان لا يطيح وقال له وهو خايف: أنا ما أبي مشاكل. الرجال رد عليه بسرعة وقال له: أجل ليش دزيت الرسالة؟ اللي ما يبي المشاكل ما ينبش وراها الأمور. هني سالم سكت والرجال كمل كلامه وقال: اسمعني عدل، الدفتر اللي عندك ما هو ورث ولا هو لعبة ولا هو باب رزق، هذا باب وإذا فتحته ترى ما يتسكر. أبيك الحين تحطها بكيس وتطلع وتخليه عند الباب. ربعنا بيجونك ياخذونه منك وبيحطون لك شيء يرضيك، لكن لا تسأل ولا تصور ولا تحاول تكون ذكي. هني سالم حس بإهانة والخوف اللي كان عنده اختلط بغضب ورد عليه وقال: وانا ايش يضمن لي؟ ها؟ الرجال هني ضحك ضحكة خفيفة وقال: يا سالم انت للحين تحسب نفسك انك تفاوض؟ بعدها سكت لحظة ورد قال: اسمع، روح للدريشة بس لا تفتحها كلها، افتح بس طرف الستارة يكفي، تمام؟ هني سالم انصدم وما تحرك، والرجال رد كمل كلامه وقال بنبرة أثقل: قلت لك روح للدريشة، اسمع الكلام يلا. سالم مشى وراح عند الدريشة وفتح الستارة مقدار شيء بسيط، وبرا عند طرف الشارع كانت واقفة سيارة سوداء، سيارة مظللة بالكامل، ما كانت موجودة قبل شوي، أو يمكن كانت موجودة لكن سالم ما انتبه. واللي يرعب أكثر إنها كانت واقفة بالضبط مقابل الملحق، وداخلها ظل شخص مو مبين وجهه لكنه واضح إن راسه لاف جهة دريشة سالم. الرجال بالتليفون قال له: شفت، حنا ترى ما نحب نطول السالفة، يلا خلصنا، ترى كلها 10 دقايق وبنخلص. سالم سكر الستارة بسرعة ورجع خطوتين ورا وقلبه قام يدق بسرعة وقام يعاند أكثر سالم. وقال الرجال بصوت ضعيف وخايف وبنفس الوقت معصب، قال له: طيب وإذا رفضت؟ الرجال رد عليه وقال له: اسمع ولد، لا تسأل أسئلة أنت تعرف جوابها. بعدها ضاف جملة كانت على وشك توقف قلب سالم، قال له: أبوك فهمها متأخر، لا تكرر غلطته. الخط هني تقفل وسالم تم واقف ومو عارف شي يسوي. بعدها فجأة بدأ الطق على باب سالم. أول طقة كانت خفيفة وكأن أحد قاعد يتأكد، الثانية كانت أغوى، والثالثة خلت الباب يهتز. سالم هني يا ولد راح للمطبخ بسرعة وسحب أكبر سكين ورجع وقف ورا الباب وهو حابس أنفاسه، حط عينه على العين السحرية والممر كان فاضي وورا الباب ما كان في أحد، والطق وقف وصار فيه هدوء تام. بعدها شاف شيء أبيض يدخل شوي شوي من تحت الباب، ظرف صغير، نزل على ركبه شوي شوي وسحب الظرف وإيده ترجف. فتح الظرف ما كان فيه فلوس طبعا ولا تهديد طويل، كان فيه فلاش ميموري صغير وورقة بيضة مكتوب فيها سطر واحد بس، مكتوب فيها: أبوك ما مات نظيف مثل ما تعتقد، قبل لا تفكر تبيع
ربيعنا شوف واقعك المظلم. سالم هني أخذ الفلاش والورقة وراح حق لابتوبه بالغرفة. فتح سالم اللابتوب ولابتوبه كان قديم وبطيء وكل ثانية انتظار كانت تذبحه. شبك الفلاش وفتح مجلد وشاف فيه فيديو واحد بس، واسم الفيديو تخيلوا كان تاريخ قديم نفس تاريخ حريق المصنع المكتوب بالدفتر. ضغط تشغيل واللقطة كانت مصورة من زاوية عالية وكأنها كاميرا مراقبة بمكتب فخم، إضاءة صفرة وستاير ثقيلة ورجال لابس بشت وقاعد على كرسي المكتب الكبير. وبعد ثواني دخل أبو سالم كان قاعد يمشي نفس مشيته الهادية، وهني سالم كان قاعد يطالع وهو مركز ويقول بينه وبين نفسه يا ولد أبوي إيش جايب عند هذا؟ المهم أبو سالم قعد والهامور هذا يا ولد دز له جنطة سودة كبيرة على الطاولة، دزها له كذي، وأبو سالم فتحها وكان مبين داخلها رزم فلوس. والصوت بتسجيل الكاميرا كان ضعيف لكن سالم قدر إنه يسمع جملة واحدة. الجملة كانت من الهامور وكان يقول بهالجنطة بنسكر موضوع المصنع وعماله للأبد يا أبو سالم. سالم كان ينطر من أبوه إنه يرفض أو يقلب الطاولة على الهامور أو يصرخ أو يسوي أي شيء، لكن أبوه سكت ومد ايده واخذ الجنطة وقام وطلع من المكتب. انتهى الفيديو. سالم سكر اللابتوب بقوة وحط ايده على حلجه عشان لا يصارخ. أبوه اللي الناس كلها تحلف بسمعته وشرفه ياخذ فلوس عشان يطمطم على سالفة عمال ماتوا. الإحساس بالخذلان يا جماعة ترى ذباح. واثناء ما كان سالم قاعد يعيش أسوأ لحظات صدمته انفتح باب الصالة الداخلي. طلعت أم سالم وكانت لابسة ثوب صلاة ووجهها مبين عليه التعب والسهر، وشافت سالم قاعد بالظلام وشافت الكرسي اللي حاطه ورا الباب، وأيضا شافت السكين على الطاولة والظرف والفلاش. وقفت مكانها وتخيلوا ما صرخت ولا اخترعت، بس سألت سؤال خلت سالم المكسور والمخذول واللي كان منزل راسه رفع راسه وقام يطالع أمه من الصدمة. قالت له سالم شنو لقيت بغرفة أبوك؟ السؤال ما كان ايش فيك أو شنو صاير، السؤال كان شنو لقيت؟ يعني هي تدري إن في شيء مخشوش؟ وهني سالم وقف والقهر والغضب والخذلان كانوا عامين عيونه وقال بصوت مخنوق انتي تدرين يمه، تدرين ان ابوي كان يبتز الناس؟ تدرين اني توني شايف فيديو لابوي وهو يستلم رشوة وهو يستلم جنطة فلوس عشان يسكت عن حق عمال ماتوا؟ ابوي طلع مرتشي يا يمه. هني الام شهقت وحطت يدها على صدرها ومشت خطوتين بسرعة وقالت بعصبية وهي قاعدة تبكي اسكت يا ولد اسكت لا تغلط على ابوك. هني سالم صرخ وقال شلون ما اغلط وانا شايفه بعيني. تخيلوا ام سالم ايش قالت له ابوك اخذ الفلوس لكن يا سالم ترى ما دخل منها فلس واحد لبيتنا. ابوك يوم شاف ان الهوامير كلوا فلوس العوايل المسكينه والارامل بعد الحريق ضغط عليهم واخذ الفلوس وكان يطلع تالي الليل يوزعها على اهل وعيال العوايل اللي ماتوا اهاليهم. كان يحاول يصلح كسر ما كان يقدر عليه بروحه، بس لما حس انهم يبون يلعبون عليه هذول الكبارية ويصورونه عشان يمسكونها عليه زلة بدأ يجمع بلاويهم وفضايحهم واحدة ويسجلها عليهم عشان يحمي نفسه ويحمينا. هني سالم هدى شوي لكنه ما ارتاح. كلام امه كان يبرد النار من جهة ويولعها من جهة ثانية. اذا ابوه كان يساعد الناس ليش ما قال؟ وليش خش الدفتر؟ وليش كتب احرقه؟ وليش بالفيديو طالع وكأنه أخذ الفلوس وسكت؟ فقال حق أمه يمه أنا ما أقدر أخذ بكلامك هذا لأن الفيديو كان واضح. قالت له أمه وأنا ما أطلب منك أصلا أنك تصدقني، لكن تذكر أن أبوك بنفسه كان يقول لا تصدق أول شيء تشوفه. كان دايما يقول أن الحقيقة إذا شفت نصها فراح تصير كذبة أكبر من الكذبة الأساسية نفسها. بعدها أمه رفعت راسها وقالت الجملة اللي راح تغير اتجاه الغصة. قالت له أبوك قبل لا يموت بيومين تهاوش مع رجال كان يجينا دايم اسمه صالح، وأبوك كان يصارخ ويقول له لا تدخل سالم، الولد ما له ذنب، لا تدخل سالم. وصالح كان يرد عليه ويقول له إذا أنت رحت أجل منو بيشيل الحمل هذا كله؟ هني سالم مسك راسه وقال صالح اللي دايما أشوفه مع أبوي بالمسجد شنو علاقته؟ وإذا صالح كان يعرف أجل ليش اختفى بعد العزاء؟ سالم طلع تليفونه الأساسي وقام يدور رقم صالح من واحد من جماعة المسجد ودق عليه ولا الخط مقفل، ورجع يدق ثاني مرة ولا أيضا الخط مقفل. فدز له رسالة وقال له عمي صالح أنا سالم ولد أبو سالم وضروري أكلمك. وما مداه يسكر شاشة تليفونه إلا والتليفون الرخيص اللي شراه الصبح وحط فيه خط بدون بيانات يرن، ولا يا ولد جايته رسالة جديدة من نفس الرقم المجهول ومكتوب فيها آخر فرصة يا سالم 200,000 كاش
مقابل الدفتر تغير حياتك وتسدد ديونك وتنام مرتاح. نلتقي بعد ساعة بمواقف السوق القديم. خذ يا ماخوذ، يا ويلك يا سالم، تيجي بروحك. وإذا فكرت تبلغ أحد أو تلعب بذيلك، ترى أمك اللي قاعدة جنبك الحين وتبكي هي اللي بتدفع الثمن. سالم هني ثبت بمكانه وقاعد يقرأ الرسالة أكثر من مرة ويقول يا ولد شو اللي مكتوب هذا؟ ايش قاعد يقول؟ أمك اللي قاعدة تبكي جنبك الحين. يعني هم مو بس قاعدين يراقبون البيت من برا، هم بعد يدرون شنو اللي قاعد يصير داخل الصالة. الخوف يا أخوان إذا كان عليك أنت على شخصك ممكن أنك تتحمله، بس إذا صار على أمك وأهلك الإنسان يتحول لشخص ثاني. أمه هني مسكتها من ملابسه وهي ترجف وتقول له لا تروح يا سالم، لا تروح يا سالم، الله يخليك لا تروح. وبنهاية كلامها قالت له يا سالم خلاص سكر الموضوع لهني ولا تفتح لهم باب. سالم باس راسها وقال يمه خلاص الباب انفتح. هني أمه مسكت ايدها بقوة وقالت له خلاص أجل اسمعني. أبوك آخر أيامه قبل لا يطيح ويتعب قال لي جملة ما فهمتها، قال إذا سالم لقى الدفتر قولي له لا يفتح لهم الباب، خليه يفتح اللي تحت الأرض. سالم هني عقد حواجبه وقال اللي تحت الأرض؟ شنو اللي تحت الأرض؟ أمه هني هزت راسها وقالت له والله ما أدري لكن احفظها عندك. سالم أخذ الدفتر الأسود وحطه بجنطة صغيرة وطلع من البيت، ركب سيارته وتوجه لمواقف السوق القديم. المكان هذا بالنهار فيه زحمة وفيه حياة، لكن آخر الليل يصير كأنه مهجور، محلات مسكرة ولمبات بعضها محترق وقطاوة تدور بين الزبايل وانتو بكرامة. وقف سالم بطرف المواقف وطفى الليتات وتم قاعد دقيقة دقيقتين أو حتى يمكن 5 دقايق ولا صار شيء. وفجأة شاف سيارة قديمة تدخل المواقف، مو جيب أسود ولا سيارة فخمة، سيارة تعبانة وقديمة حتى ليتات ما فيها. وقفت بعيد شوي ونزل منها رجال كبير بالعمر، كان لابس دشداشة رمادية، وأول ما نزل من السيارة قام يمشي بسرعة وابتعد عنها وكأنه منحاش من شيء. سالم دقق فيه واللحظات ما صدق عيونه. صالح هني على طول فتح باب سيارة سالم وركب معاه. تكلم سالم وهو مصدوم وقال عمي صالح انت اللي دزيت لي الرسالة؟ التفت صالح عليه وهو خايف وقال له انا يا مجنون، انا توني شفت رسالتك وقلت الحق عليك بسرعة قبل لا ياكلونك، حرك السيارة بسرعة، حرك. سالم هني ما رضى يتحرك وقال انا ما راح امشي الين ما تفهمني وتعلمني ابوي انا شنو كان يسوي، والدفتر هذا شنو سالفته؟ صالح هني قال له يا ولدي افهم، الدفتر هذا اللي معاك ترى ما هو الأصل، هذا دفتر ناقص، أبوك تعمد يخليه ينلقي عشان يتعمد يصيدهم ويشغلهم عن الدليل الحقيقي. أبوك يا سالم ما مات موتة ربك، أبوك تراه انذبح، واللي ذبحوه هذول هم الحين بالطريق جايين لنا. وقبل لا يستوعب سالم كلام صالح كبست عليهم ليتات سيارة عالية من جهتين، سيارتين جيب سود سكروا المخارج بالكامل، نور سياراتهم كان يعمي العيون. ولما طفى النور نزل رجال ضخم من الجيب الأول، ما كان يركض ولا كان شايل سلاح واضح، كان يمشي بهدوء وثقة، وهالشي هذا كان يخوف أكثر من أي سلاح. وصل عند ريشة سالم وطق القزاز بطرف إصبعه، طق طق طق. صالح هني وبسرعة همس لسالم وقال له اسمع ولد، عطها الجنطة وخل نمشي، لأن الجنطة أصلا والدفتر اللي فيها ما هو كامل، خليه ياخذه بسرعة ونفتك الحين. سالم هني نزل الجامة مقدار بسيط والرجال قال بصوت خشن وين الجنطة يا ولد أبو سالم؟ هني سالم ما جادل، مد الجنطة من فتحة الدريشة وعطاه إياها. الرجال على طول أخذها وفتحها وتأكد أن الدفتر الأسود داخل، وابتسم ابتسامة خبيثة وقال أبوك كان يعاند وزين أنك انت طلعت أذكى منه. وبعدها رجع لسيارته وتحركوا وكأن شيء ما صار. المواقف هني رجعت هادية ومظلمة، وسالم هني التفت على صالح وبعيونه نار وشرار وقال له الحين تتكلم من الألف للياء، أبوي شلون مات؟ صالح هني الرجال الكبير بالعمر اللي كان دايما يصلي مع أبو سالم نزل راسه ودموعه بدأت تنزل وقال بصوت مخنوق سامحني يا ولدي، هم هددوني بعيالي، صوروا بنتي وهي طالعة من المدرسة وقالوا لي بس نبيك تخلي بيت أبو سالم، الباب الخلفي لبيت أبو سالم مفتوح الليلة، والله العظيم إني ما كنت أدري إنهم يبون يقتلونه، قالوا لي إنهم بس يبون ياخذون أوراق ويمشون. الكلام هني نزل
على سالم وكأن طلقات كلاشينكوف. صالح، العم صالح، معقولة يسويها؟ صالح اللي كان أبو سالم يثق فيه ثقة عمياء هو اللي فتح لهم الباب. سالم هني انفعل، فزر العم صالح من ملابسه وقام يجره ويقول له أنت خنت أبوي. وصالح هني ما قاوم وخلى سالم يلعب فيه ويجره ويرزله ويلعن خيره وهو قاعد يبكي. وتخيلوا كان يقول لسالم، كان يقول له أنا جبان يا سالم، أنا جبان وأنا كنت خايف حيل، بس أبوك كان حاس، كان يدري إني مضغوط، وقبل لا يموت قال لي يا صالح إذا جو وكانوا يبون ياخذون الدفتر الأسود فخله اترك لهم، الدليل اللي راح يشنقهم ويدمرهم ترى مدفون تحت الأرض. سالم هني فك صالح وتراجع وقعد بمكانه وقام يفكر، تحت الأرض يا ولد، هذه نفس الجملة اللي قالتها أمه، لا يفتح لهم الباب يفتح اللي تحت الأرض. بدأ يربط الموضوع ببعض، إن غرفة أبوه الخشبية ممكن فيها شيء تحت الأرض. الزولية القديمة طرت على باله اللي أبوه ما كان يرضى أن أي أحد يقرب منها أو يشيلها. فهني سالم تكلم وقال لصالح، قال له غرفة أبوي. فصالح هني مسح دموعه وقال خلاص حرك الحين بسرعة، لازم نرجع البيت الحين قبل لا يكتشفون أن الدفتر اللي خذوه هو مجرد طعم. فهني سالم شغل السيارة ودعس. الطريق كان يخوف وكل سيارة كانت تمر كانوا يعتقدون انهم المهم انهم وصلوا شارعهم وصفت سالم بعيد شوي عشان لا يلفت الانتباه، ونزلوا يمشون بسرعة بالظلام. واول ما لفوا وقربوا من البيت سالم وقف بمكانه وقام يطالع مصدوم. تخيلوا باب البيت الخارجي كان مفتوح بالكامل واللمبات كلها طافية وام سالم بالبيت بروحها. دخل سالم البيت يمشي على اطراف اصابعه قاعد ينادي امه شوي شوي ويقول يمه انتي وين؟ وتخيلوا ما جاله أي رد، واكتشف سالم أن الصالة مقلوبة فوق تحت وفي أدراج مفتوحة وأغراض محذفة، وكأن أحد دخل كان يدور على شيء بسرعة ونفض البيت نفض. وهني ركض بسرعة جهة غرفة أبوه ولقى الباب مقفول من داخل، فطق الباب شوي شوي وحاول يفتحه وقال بصوت واطي يمه أنتي داخل؟ ثواني ثقيلة مرت بعدها سمع صوت قفل ينفتح. طلعت له أمه لكن وجهها أصفر وإيدها ترجف، لكنها الحمد لله سليمة، فمسكته ولمته وهي قاعدة تبكي وقالت له ادخلوا يا ولدي ادخلوا، وكسروا الباب ودوروا بكل مكان لكن طلعوا بسرعة وكأن أحد كلمهم وقال لهم اننا حصلنا اللي نبيه. صالح هني دخل الغرفة وسكر الباب وقال ما عندنا وقت، الدفتر اللي خذوه ناقص وما هي إلا مسألة وقت ويعرفون. بسرعة افتح اللي تحت الأرض اللي تقول عنه يا سالم افتح. سالم راح على طول هني ناحية السرير القديم وسحب الزولية العنابية، تحتها كانت الأرضية خشبية قديمة وكان في قطعة لونها أفتح شوي من الباقي. دخل سالم طرف السكين ورفع الخشبة وتحتها كان في تجويف صغير داخل صندوق حديد أسود مقفول بقفل صغير. كسر سالم القفل وفتح الصندوق، والصندوق ما كان فيه لا فلوس ولا ذهب، كان فيه فلاش ميموري ودفتر بني صغير ومغلف أصفر مكتوب عليه بخط أبو سالم، مكتوب إلى سالم اقرأ قبل كل شيء. فتح سالم المغلف وإيده ترجف وطلع منه ورقة وصورة قديمة. الصورة كانت لسالم وهو طفل صغير يمكن تقريبا عمره 5 سنين، واقف جنب رجال غريب ولابس لبس عمال، والرجال هذا كان مبتسم وحاط ايده على كتف سالم. هني سالم فتح الورقة وبدأ يقرأ رسالة أبوه، وأبو سالم كان كاتب فيها يا سالم إذا أنت قاعد تقرأ هالرسالة هذه الحين معناته أني أنا رحت وأن الدفتر الأسود انفتح، والناس يمكن يقولون لك اني انا كنت ابتزهم، ويمكن ايضا يقولون اني كنت مرتشي، ويمكن بعض الكلام اللي تسمعه يعورك لان في جزء من الحقيقة. انا ماني ملاك يا ولدي ولا ابيك تدافع عني وكأني ما غلطت، انا غلطت يوم خفت وغلطت يوم سكت وغلطت يوم وقعت على اوراق ما كنت داري شنو وراها بالضبط، لكن صدقني أنا من يوم عرفت وأدركت أنا شنو سويت وأنا أحاول أصلح، وحتى لو كان الإصلاح متأخر. قبل حريق المصنع الكبير بسنين كان صاير فيه انهيار صغير بمستودع كنت أشتغل فيه، كنت أنت معاي هذاك اليوم تلعب بين الكراتين، ولما طاح السقف الرجال اللي بالصورة العامل البسيط اللي اسمه جاسم بن راضي طمر ودزك بعيد وطاح الحديد عليه ومات بمكانك يا سالم، وانت الحين عايش لأن جاسم مات بدالك. والتعويض اللي كان المفروض انه يروح لأرملته
وبنته اليتيمة الهوامير سرقوه وحطوا توقيعي على أوراق التغطية. بالبداية أنا خفت وسكت، أو يمكن أني قلت أني بسكت عشانكم، لكن وصلت لمرحلة ما قدرت أتحمل. تدري ليش يا ولدي؟ لأنها وصلت فيني أني كل ما أطالع لوجهك يا سالم أتذكر أن حياة ولدي مبنية على موت رجال انظلم مرتين، مرة يوم مات ومرة يوم انوخذ حقه. وهني دموع سالم طاحت على الورقة. خل أكمل لكم أبوه إيش قال. أنا من هذاك اليوم بديت أجمع وراهم، ومو عشان ابتزهم ولا عشان أصير بطل، عشان لما يجي الوقت المناسب مو بس أرجع حق جاسم بروحه، أرجع حق كل واحد انظلم مع نفس الناس هذول. الدفتر الأسود كان طعم، والدليل الحقيقي موجود بالدفتر البني. لا تثق بأحد بسرعة يا ولدي، ولا تكره أحد بسرعة. في ناس خانت من الخوف، وفي ناس سكتت من العجز، وفي ناس باعوا بضمير بارد. فرق بينهم يا ولدي، لكن لا تترك الحق يضيع بينهم. سالم هني نزل الورقة ويده ترجف، وتحتها كان موجود الدفتر البني القديم ومكتوب عليه الملف 0 جاسم. هني فهم كل شيء، انه ابوه ما كان فقط يحمي سمعته، بس كان يحاول يرجع دين رجال مات عشان سالم يعيش. وفجأة من برا البيت سمعوا صوت تواير توقف بقوة عند الباب، 3 سيارات او يمكن اكثر، وابواب تتفتح واصوات رجال. هني صالح قال بصوت مخنوق، قال رجعوا. وهني ام سالم شهقت، وسالم حط الرسالة والدفتر البني داخل الجنطة بسرعة، وطفى ليت الغرفة ومسك يد امه وقال لها بصوت هادي، وهالمرة الصوت كان ثابت، قال لها امشي يمه، امشي نطلع من ورا. والله وفعلا طلعوا من باب المطبخ الخلفي، وكانوا يمشون بالسكة الضيقة ورا البيت. واثناء ما كانوا يمشون سمعوا العصابة هذول يكسرون الباب الامامي للبيت ويدخلون. وفجأة واحد منهم صرخ، وتخيلوا ايش قال دوروا تحت الزولية. يا ولد هذا ايش دراه؟ سالم هني التفت لصالح، وصالح قال في احد ثاني يعرف. هني سالم ما رد ولا كان وقت شك. ركبوا السيارة اللي كانت صافطة بعيد، وسالم شغل السيارة بدون لا يشغل الليتات، وانسحبوا من الشارع بهدوء لين ما طلعوا للشارع العام. سيارتهم كانت قاعدة تمشي بشارع فاضي، وأم سالم ورا قاعدة تقرأ قرآن، والمسكينة خايفة. وسالم كان ماسك السكان بقوة، والدفتر البني بالجنطة تحت رجوله. وصالح كان ساكت ووجهه مليان ذنب. وبعد دقايق صالح قال فجأة، قال لسالم، سالم أبوك ترى مجهز لك محامي متقاعد، رجال نظيف ساكن بروحه بعيد الحالة. أبوك كان يثق فيه، وقال لي إذا انفتح الملف إني أوصلك له. سالم وهني فجأة سأله بدون حتى لا يطالع فيه، وقال له وبنت جاسم شو وضعها الحين؟ تخيلوا يا أخوان طرت على باله بنت جاسم سالم فجأة. رد عليه صالح وقال له ما أدري، اللي عرفه إن اسمها لولوة، وأكيد إنها كبرت الحين. أبوك ترى كان يحاول يساعدهم من بعيد لبعيد ومن فترة لفترة، لكن اسمع تراهم هم يعتقدون إن أبوك اللي أكل حقهم. فلولوة الحين أكيد إنها تكره اسم أبوك وتكرهك انت بعد يا سالم. سالم هني وهو كان قاعد يسوق شد على السكان وقال ايه اكيد لانه من حقها. امه من ورا وقفت قرايه وقالت له يا ولدي هد واذكر الله ولا تحمل نفسك ذنب. سالم رد على امه بهدوء وقال هو صحيح يمكن ما كان ذنبي، لكن الحين صار دين علي. والله يا ولد وفعلا وصلوا البيت المحامي قبل الفجر، والبيت كان بعيد بمنطقة بعيدة وهادية، والمحامي استقبلهم وهو لابس ثوب بسيط وملابس متواضعة، وكان رجال كبير بالعمر ووجهه سمح. لكن تخيلوا أول ما شاف صالح وسالم والدفتر البني تغيرت ملامح وجهه فوق تحت، كان وكأنه ينطر هاللحظة من السنين. دخلوا للديوانية وحط سالم الفلاش والدفتر والرسالة على الطاولة. المحامي فتح الدفتر البني وقام يقلب بأول الصفحات، وكل صفحة كان فيها اسم ودور ودليل وتاريخ، كان فيها أسرار مرتبة، ما هي أسرار عشوائية، لا كانت شبه خريطة أسرار، المصنع والمستودع وتعويضات جاسم والفيديو المفبرك على أبو سالم، وتحويلات مالية تثبت أن الفلوس اللي أخذها من الهامور كانت رايحة للعمال ما هي لأبو سالم المسكين. المحامي رفع راسه وطالع بسالم وقال هذا يا ولد مو ملف واحد، هذا زلزال مدمر. سالم على طول رد عليه وقال له زين نقدر نطلعه للناس وننشره؟ المحامي رد عليه وقال له ايه نقدر، لكن لو طلع هالملف غلط ممكن يدفنونكم قبل لا يدفنون الملف، فلازم ان نطلع الحقيقة كاملة مو نصها. سالم فهم
ان اذا طلعوا ان ابوه اخذ جنطة الفلوس بيقولون عنه مرتشي، واذا طلعوا ان توقيعه كانت على اوراق تعويض جاسم بيقولون اكل حق العامل المسكين. فلازم ان القصة تطلع كاملة حتى الجزء اللي يعور منها. وفجأة تليفون سالم اللي شراه وحط فيه خط بدون بيانات رن، جاه اتصال من رقم مخفي. فهني سالم فتح الخط وحطه سبيكر، وصوت الهامور على طول طلع، وهالمرة ما كان بارد مثل قبل، وقال بعصبية مكتومة: وين تبي تروح يا سالم؟ على بالك المحامي يبي ينفعك؟ هني سالم سكت ولا رد عليه. فالهامور هذا كمل وقال: الدفتر اللي عندك لو طلع أول واحد بتنحرق سمعته هو ابوك. الناس ما راح ترحمه، بيشوفون جنطة الفلوس وبيشوفون توقيعها على اوراق جاسم، وبيصير ابوك حرامي حتى لو انت تصيح للعالم كله. سالم هني بعدها طلع رسالة ابوه على الطاولة، وبعدها قال: بس هالمرة الناس راح يشوفون كل شيء، مو بس المقطع اللي قصيتوه على مزاجكم. الهامور ضحك وقال: انت للحين ما فهمت، ترى الحقيقة الكاملة ما تهم الناس دايما يحبون اللقطة اللي تصدم. سالم رد وقال: ايه تمام، عشان كذي حنا نبي نعطيهم الملف كامل مو بس الصدمة. بعدها سالم سكر الخط وكسر التليفون وكسر بعد الخط اللي بدون بيانات. وهني المحامي التفت على سالم وقال له: اسمع يا سالم، اذا بتكمل اعرف انك ترى ما راح تقدر تنظف ابوك بدون لا تعترف بغلطه الاساسي. رد عليه سالم وقال: انا ما ابي انظفه، ابي اطلعه مثل ما كان انسان غلط، وبعدها حاول يحل الموضوع. المحامي هني هز راسه وقال له: سليم، هذه اهم من البراءة. بعد ساعات قدروا انهم يوصلون لاول خيط حق لولوة بنت جاسم. كانت عايشة بمدينة ثانية وتشتغل شغل بسيط بعيد عن الناس، وما كانت تحب ان اي احد يجيب سيرة ابوها. المحامي كان عنده رقم قديم لها، فدق عليها لكن ما ردت. ارسل لها صورة جاسم مع سالم لما كان صغير، ومعاها جملة واحدة: الولد اللي بالصورة يبي يسمع منك قبل لا يتكلم باسم ابوك. والله وفعلا بعد نص ساعة وصل رد قصير: انتبهوا تستخدمون اسم ابوي عشان تنظفون اسم ابو سالم. اذا سالم يبي الحقيقة خلي يقابلني عند المقبرة بعد المغرب بروحه. امه هني اول ما سمعت الرسالة قالت: لا تروح بروحك. وهني صالح قال: هذا اكيد فخ. المحامي قال: اي نعم، ممكن انها تكون مصيدة او فخ، وممكن انها تكون اخر شاهد يثبت ان الملف صفر حي. هني سالم كان ساكت. بعدها طالع صورة جاسم وقال: انا بروح، واذا ما واجهت بنته فما استحق اني اتكلم عنه. راح سالم للمقبرة قبل المغرب بنص ساعة. الجو كان ساكن والشمس نازل على القبور بلون برتغالي حزين، والمقبرة كان لها هدوء غريب، هدوء يخليك تحترم الكلام قبل لا تنطق فيه. سالم شاف لولوة واقفة عند قبر ولابسة عباية سودة، وبيدها كانت ماسكة صورة صغيرة، وما التفتت على سالم لما قرب منها. وأول ما قرب سالم وجاي بيسلم كان تقول له: لا تقول الله يرحمه بنبرة حزينة، تراني سمعتها من ناس واجد وما رجعت لي أبوي. سالم هني كان واقف وتارك مسافة محترمة بينه وبينها. فهني تكلم سالم وقال: أنا ما راح أقول شيء لين ما تتكلمين أنتي وتقولين اللي عندك، تفضل يقولي اللي عندك. هني لولوة التفتت عليه، وكانت لولوة بداية الثلاثينات مع ان شكلها كان اكبر من عمرها. ولولوة مثل ما انتم عارفين كان فيها غضب قديم، ما هو غضب يوم او يومين. فهني لولوة قالت لسالم: تدري شنو اصعب شيء؟ مو سالفة موت ابوي، انا ادري ان كلنا بنموت، لكن اصعب شيء ان ابوي مات وهو ينقذ طفل. يعني ابوي كان بطل، وبعدها اسمه انمسح وحقا وكل، وام سالم وابو سالم عاشوا وولدهم كبر، وحنا عشنا على قصة ما حد يبي يسمعها. هني سالم سكت وما كان عنده رد يدافع فيه عن نفسه. فكملت لولوة وقالت: ان ابوك يا سالم هو فعلا كان يزورنا ومعاه حزم فلوس، وامي كانت تاخذ بالبداية لانها محتاجة، وبعدين صارت ترفض. وتصدق يا سالم انها كانت تقول لي ان ابوك رجال طيب، وانا كنت ارد عليها واقول لها: الطيب ما يجي بعد ما وقع اوراق موت ابوي، الطيب يطلع قدام الناس ويقول انا غلط. هني سالم رد عليها بكل بساطة وبكل هدوء وقال لها: معاك حق. فلولوة هني رفعت حاجبها وكأنها ما توقعت هالرد. فقالت لولوة: بس تبي تجادل معاه، تبي تدش بحوارات؟ فقال لها سالم: اي نعم معاك حق، ابوي غلط يوم سكت
وغلط يوم تأخر، وأيضا غلط لما حاول إنه يصلح بالسر. وأنا ترى ما جيت أطلب منك إنك تسامحينه ولا إنك تبرين اسمه، جيت أقول لك إن اللي كلوا حق أبوك هم نفسهم اليوم والحين قاعدين يستخدمون اسمه عشان يدفنون الحقيقة. وهني سالم طلع الصورة مع جيبه، صورة سالم لما كان صغير مع أبو لولوة، ومدها حق لولوة وقال لها هذه لك يا لولوة، وأنا بصراحة ترى هذه أول مرة أشوف فيها وجه الرجال اللي أنا عشت بسببه، ويمكن كلامي الحين يزيد غضبك، وأيضا أرد أقول لك إنه من حقك، بس أبيك تعرفين إن اسمه ما راح يكون سطر بقصتي. إذا قدرت إني أطلع الحقيقة موضوع أبوك جاسم بيكون أولها. لولوة هني خذت منها الصورة بيد ترجف، وأول ما شافت الصورة تغير لون وجهها، الغضب اللي كان فيها ما راح لكنه شبه انكسر شوي، فقالت بصوت واطي وهي قاعدة تطالع الصورة أمي ماتت وهي تقول لا تخلينهم يدفنون أبوك مرتين. بعدها لولوة طلعت ظرف من جنطتها وقالت أمي قبل لا تموت عطتني هالظرف وقالت لي بس يطلع اسم أبوك مرة ثانية جاسم للحياة طلعيه. الظرف هذا فيه ورقة تثبت ان حق جاسم أبو لولوة راح لشركة وهمية مرتبطة بهذا الهامور، وفيه إفادة ان أبو سالم اعترف انهم مستخدمين توقيعه، وانه حاول يدفع من فلوسه الشخصية لأنه ما قدر يطلع الحقيقة وقتها. وهني لولوة مدت الظرف لسالم، ويوم جاء سالم يبي ياخذه سحبته بآخر لحظة، وهني قالت لسالم أبي منك وعد ان اسم أبوي ما يكون مجرد تفصيل جانبي وتطلع نفسك أنت وأبوك وتحل الموضوع وخلاص، اسم أبوي يكون بأول سطر. سالم قال لها أنا أوعدك ولا تحاتين، ومد ايده وأخذ الظرف منها، وبهاللحظة سمعوا صوت سيارة توقف عند باب المقبرة. فهني لولوة قالت بهدوء كنت أدري وكنت حاسة أنهم بيتبعوني. التفت عليها سالم وقال لها أجل ليش قلتي لي أجيب روحي؟ قالت لأنهم لو شافوك مع ناس ما راح يقربون وأنا كنت أبيهم يقربون. وهني طلعت تليفونها وكان التسجيل شغال بتليفونها من أول اللقاء مع سالم، وقالت لسالم قالت اسمح لي أنا تعلمت من أمي ومن أبوك شيء واحد، تعلمت اني لازم اضمن حقي بنفسي، اللي يخافون من الكلام خلهم يتكلمون. دخلوا اثنين من طرف المقبرة، واثنينهم اتجهوا عند لولوة وسالم، وواحد منهم تكلم وقال يا لولوة اعطينا الورقة هذه وخلاص خلينا نسكر الموضوع، لا تفتحين جرحك وجرح امك. لولوة هني التفتت عليهم، والقبر اللي كانت واقفة عنده كان هو قبر ابوها، وقالت جرح امي انتوا اللي فتحتوه يوم اكلتوا حق ابوي. هني رد عليه هذا الرجال باستهزاء وقال لها يا بنت الحلال أبوك كان عامل وخلاص خلص وانتهى، ولا تدخلين نفسك بغضايا أكبر منك. سالم هني تقدم خطوة كان يبي تهدد عليه، فلولوة مدت إيدها وقالت له وقف لا تتدخل، وردت مرة ثانية طالعت هذا الرجال اللي قال لها أن أبوها عامل وانتهى، وقالت له عيدها تكلم، قول ثاني مرة الكلام اللي قلته، قول أن أبوي كان عامل وانتهى. الرجال هني انتبه للتليفون اللي بيد لولوة وتراجع خطوة وسكت، لكن لولوة هني قالت له لا تستعجل وتروح، سلم على أبوي قبل لا تطلع، صار لكم سنين وانتوا تمشون فوق اسمه وتدوسون على اسمه وكأنه تراب. الشخصين هذول انسحبوا، لكن التهديد كان واضح. سالم هني التفت على لولوة بسرعة وقال لها تعالي معانا، انت لازم تكونين معانا وتطلعين بالصورة كاملة. لولوة ردت عليه وقالت انا بطلع بس مو عشانك ولا عشان ابوك، عشان ابوي جاسم. وهني سالم قال لها ابد تم اللي تبينه، اصلا انا هذا اللي ابيه. رجع سالم من المقبرة وهو ماسك الظرف اللي اخذه من لولوة، وكان حاس ان كل شيء صار اوضح واثقل بنفس الوقت. ولولوة كانت ساكتة طول الطريق، والصورة القديمة لأبوها بحضنها، ما كانت لا تبكي ولا تصرخ، لكن سكوتها كان أوجع من الكلام. وصلوا إلى بيت المحامي اللي قلت لكم كان بمنطقة بعيدة قبل صلاة العشاء. دخلوا المجلس وكانت أم سالم هناك قاعدة وتنطرهم، المسكينة كان مسبحها بيدها وكل شوي قاعدة تطالع الباب وتنطرهم يجون. وأم سالم هني أول ما شافتهم وشافت إن لولوة معاهم قامت من مكانها، لكن وقفت وعرفت ان السلام العادي ما يكفي. وهني لولوة طالعتها وقالت لها انتي زوجة ابو سالم؟ ام سالم هني هزت راسها وقالت ايه، والدمعة كانت واقفة بعينها. لولوة قالت انا امي ماتت وهي تقول لي ان زوجك يا ام سالم مات وهو يحاول يصلح، بس انا اللي شفته ان عمرنا كله راح
بسبب هالقصة هذه. فشلون تبيني أصدق هالكلام هذا كله بسهولة؟ أم سالم هني قربت منها خطوة وقالت لها بالنسبة لي أنا لا تصدقيني، أنا صدقي الدليل وحق أبوك علينا تراه قبل حق أي أحد. وهني حطت لولو الظرف على الطاولة والمحامي فتحها وطلع منه ورقة تحويل قديمة وإفادة مكتوبة بخط أم لولو زوجة جاسم، وأيضا وصل باسم شركة وهمية. كل ورقة من هالأوراق كانت تثبت أن تعويض جاسم ما راح له ولا له ووصل لشركة الهامور. وأبو سالم رغم غلطه وسكوته بالبداية كان المسكين بعدين يعوضهم من فلوسه الشخصية ويحاول يجمع الأدلة بنفس الوقت على الهامور. هني سالم فهم الحقيقة المرة أن أبوه هو فعلا ما هو ملاك، لكنه بعد مو الحرامي اللي يبون يطلعونه للناس. أبوه نعم فعلا غلط وخاف وسكت، لكن تم طول عمره يحاول يصلح. صالح هني كان قاعد بعيد ووجهه للأرض وساكت، ما وده ان اي احد يجي صوبه او يكلمه. ويا ولد هني لولو التفتت عليه وطالعته وقالت وانت شنو دورك؟ صالح هني رفع راسه بصعوبة وقال انا فتحت لهم الباب ليلة موت ابو سالم، هددوني بعيالي وخفت. وهني تخيلوا كلهم سكتوا وعم هدوء بالمكان مو طبيعي. بعدها لولو ردت عليه وقالت له ببرود الخوف ما يبرر لك انك تفتح لهم الباب على رجال وثق فيك. صالح هني نزل راسه وقال ادري وما عندي عذر. المحامي هني على طول قاطعهم وقال خلاص الحين ما يمدينا، واذا تاخرنا تراهم بينزلون فيديو للجنطه ويبون يطلعون ابو سالم مرتشي، فلازم نسبقهم بالحقيقه الكامله. حنا ما نبي نبرئه، لكن نبي الحقيقه الكامله تطلع للناس. وتخيلوا افتحوا بث من تليفون سالم هني قاعد قدام الكاميرا ووجهه تعبان وعيونه حمره وقال انا سالم ولد ابو سالم، ويمكن بعد شويه تشوفون فيديو حق ابوي وهو يستلم جنطه فلوس، ويمكن ايضا تشوفون اوراق عليها توقيعه، وانا طالع قبلهم اقول لكم اي نعم ان هالاشياء موجودة، بس تراهم اللي بيطلعونه لكم مو كامل، يبي يطلعون لكم الحقيقة اللي ترضيهم. وقف شوي وبلع ريجه وبعدها كمل وقال اي نعم ان ابوي خاف وسكت ووقع على اشياء ما كان عارف ثمنها، بس لما عرف ان توقيعها استخدم عشان ياكلون حق رجال مات وهو ينقذ طفل، بدأ يجمع الأدلة. والطفل هذا تراه أنا، والرجال اللي مات هو جاسم بن راضي. وأنا اليوم تراني ما طلعت عشان أنظف اسم أبوي على حساب اسم جاسم، طلعت عشان اسم جاسم يرجع بالمرتبة الأولى. بعدها قعدت لولو قدام الكاميرا ورفعت صورة أبوها، قالت هذا تراه أبوي، ما هو عامل مجهول، ما هو رقم بملف، ولا هو تفصيل صغير بقصة أبو سالم. هذا كان أب ومات وهو ينقذ طفل، وبعد موته أكلوا حقه ودفنوا اسمه. وأنا مو طالعة أسامح أبو سالم ولا أدافع عنه، أنا طالعة أقول إن اللي أكلوا حق أبوي هم نفسهم اللي يحاولون اليوم يستخدمون اسمه عشان يدفنون الحقيقة مرة ثانية. انتهى البث وبعد دقايق إلا وفعلا نزلوا وهم فيديو للجنطة، حسابات مجهولة انشرت المقطع وكتبت أبو سالم يستلم رشوة. بس هالمرة الضربة ما كانت مثل ما يبون، لأن سالم سبقهم واعترف بنص الحقيقة قبل لا يستخدمونها ضده. لكن تخيلوا الهامور ما وقف عند هالمرحلة وخلاص، بعد نص ساعة انقطعت الكهرباء على بيت المحامي اللي هم فيه، ومن برا في صوت سيارات واجد وقفت عند الباب. وتخيلوا طلع صوت الهامور من مكبر صوت وقال سالم سلم الفلاشات والدفتر البني وخلي الحريم يطلعون ولا تكبر الموضوع. سالم وقف عند الدريشة وشاف فعلا والله يا ولد ليتات السيارات وسيارات واجد عند الباب، وقلبه كان يدق. وهالمرة ما كان خايف على نفسه، كان خايف ان كل اللي سواه يروح هباء منثورا وان الحقيقة تموت. المحامي هني فتح درج صغير وطلع فلاشات وقال ابوك كان كاتبها اذا الحقيقة صارت بيد شخص واحد تنكسر واذا توزعت تعيش. وهني تخيلوا كل واحد منهم اخذ نسخة. ام سالم حطت فلاش داخل علبة عطر ابو سالم القديمة، ولولوة حطت نسخة داخل اطار صورة ابوها، وصالح اخذ نسخة وايده ترجف. وهني سالم طالعه وقال يا عمي صالح هالمرة ارجوك لا تفتح لهم الباب. صالح رفع عينه وقال هالمرة لو الباب بينفتح تراه بينفتح على جثتي. طلع سالم للحوش ووقف قدام الهامور هني ضحك وقال انت تراك للحين ولد صغير، الحقيقة تراها ما تنتصر لانها حق، تنتصر اذا وراها قوة. سالم قال واليوم قوتها انها ما صارت عندي انا بروحي، وفجأة بدأت توصل سيارات ثانية
صحفي قديم ومحامين وأقارب عوائل العمال، ناس عاديين لكن كل واحد فيهم كان ماسك تليفونه ويصور. الهامور كان يقدر يخوف سالم بروحه، بس ما يقدر يخوف كل هالناس هذه. وصلت سيارات رسمية بعدها، والمحامي سلم نسخة موثقة قدام الكاميرات، وبنفس الوقت قال عند الكاميرات إن النسخ الكاملة موجودة وعند أكثر من جهة. لولو سلمت إفادة أمها، وصالح وقف واعترف، قال أنا خنت أبو سالم من الخوف، بس الليلة ما بخون لا جاسم ولا العوايل. الهامور ما انمسك بنفس اللحظة، لأن الواقع مو فيلم. ركب سيارته ومشى، لكن هالمرة ما مشى بالظلام، مشى ووجهه مصور واسمه مربوط بقصة ما يقدر يدفنها بسهولة. بعدها بدت التحقيقات، ناس نفت وناس انحاشت، وناس حاولوا مرة ثانية يشوهون سمعة سالم ولولوة، والناس كالعادة انقسموا قسمين، في ناس صدقوا وفي ناس قالوا تمثيل، وفي ناس عقولهم صغيرة ما اهتموا إلا بلقطة الجنطة. لكن الفرق هني إن اسم جاسم رجع، وملف أبو سالم انفتح من جديد، والحقيقة اللي تمت سنين مدفونة طلعت. بعد فترة راح سالم للمقبرة ووقف عند قبر أبوه، وقال بصوت واطي يبا أنت تعبتني، خشيت عني أشياء واجد وغلطت واجد، بس عرفت إنك ما رضيت تموت وأنت ساكت، وهذا يكفيني. مو عشان أقول إنك ما غلطت، لا، عشان أقول إنك يوم عرفت غلطك حاولت تصلحه. وبآخر الليل رجع سالم للملحق القديم، نفس الباب ونفس اللمبة، نفس المكان اللي بدت منه المصيبة. فتح الدفتر الأسود وكتب بأول صفحة فاضية، هذا الدفتر ما هو دليل بطولة، هذا دفتر خوف، وكل اسم فيه يذكرنا أن السكوت إذا طال يتحول من ستر إلى شراكة. تخيلوا سكر الدفتر، وقبل لا يطلع لقى ظرف صغير عند الباب وافتحها، ولقى ورقة مكتوب فيها الدفتر الأسود كان واحد من 3، أبوك وصل للأول وأنت طلعت الثاني، والثالث للحين عند الناس اللي فوق. سالم تم يطالع الورقة، كان يقدر يشقها ويقول خلاص، لكنه حطها بالدرج وسكره، مو لأنه قرر يدخل حرب جديدة ولا لأنه صار بطل، بس لأنه تعلم إن مو كل باب لازم إنه ينفتح بنفس الليلة. وبكذي وصلنا إلى نهاية قصة سالم والدفتر الأسود، قصة رجل ورث سر من أبوه، واكتشف أن الحقيقة أحيانا ما تفضح عدوك، بس أحيانا تكسر صورتك عند أقرب الناس لك. وصلنا إلى نهاية القصة، لا تنسون أخوكم علي المحب جدا 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 لكم من اللايك والاشتراك والتعليقات الجميلة مثلكم يا أخواني الجميلين. السلام عليكم. والسموح بنهاية القصة، أنا تعبت شوي، صوتي راح والله يا ولد راح، قاعد أقرأ النص، قاعد تشوفون عيوني تروح كذي، ترى أنا قاعد أقرأ، استروا على ما واجهته. ترى عاد ما قريت إلا آخر شيء نتفة، والله هلكت قصة. ترى أنا متعود أنزل قصص 20 دقيقة نص ساعة بالكثير، هذه راح تصدمكم، يمكن توصل ساعة ساعة إلا لين اليوم وأفكر وش بقول وكيف. تخيلوا اليوم بتنزل لكم القصة، تخيلوا اليوم، اليوم الاثنين، أنا للحين قاعد أسجل البارت الأخير يوم الاثنين، تخيلوا للحين ما رفعت القصة، للحين ما منتجت، بس ما منتجت الجزء الأخير هذا اللي صورته الحين، أوكي يعني باقي مونتاج يمكن نص ساعة مونتاج. ايوه الحمد لله الثامبنيل جاهز، بس باقي اعدل على الوان الثامبنيل واسوي ابلود، يا رب ان القصة ما تطول بالابلود، انها تنزل لكم اليوم. سلام.